بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم نفسينا. إحنا صفحة جديدة على الفيسبوك اسمها كريزي لايف، هتلاقوها على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب. إحنا عملنا الصفحة دي لهدف ما إن إحنا نظهر مواهب الناس ونعرف كل حاجة للدنيا كلها، ومفيش أي مونتاج ولا أي قط. إحنا تلاتة زي ما انتوا شايفيننا اللي نشأنا قناة، وإحنا التلاتة اللي فكرنا فيها مع بعض. ومعايا في القناة هتلاقوا كل حاجة: كورة، سياسة، ضحك، هزار، جد. ومش هنخاف من اي حاجة، وهنتكلم في كل حاجة بس باحترام وفي حدودنا، لان احنا زي ما بناخد حقنا لازم ندي كل واحد حقه. واحنا صممنا ان احنا نسجل اول حلقاتنا من الشارع، عشان تعرفوا ان احنا هنبقى موجودين في كل مكان واي وقت وفي اي حتة. هتلاقون ممكن تلاقونا جنبكم بنسجل بعد كده في اي وقت ان شاء الله، بعد ما تعرفونا وتعرفوا ان حلقاتنا كلها هتبقى كويسة وتعجبكم. مفيش اي الفاظ خارجة ولا في حاجة خارج حدودنا. لو اي حاجة هنتكلم فيها هتبقى محرجة شوية، هتبقى معظم الكلام انجليش عشان اطفالنا. ودلوقتي نحب نعرفكم بنفسنا. بس قبل ما نعرفكم بنفسنا، احنا النهارده برضه هنسجل اول حلقاتنا، لاننا حبينا ان احنا ده كله يبقى مع بعضه. بعد ما لاحظنا ان احنا لازم نسجل اول حلقة، وما بنحضرش سكريبت ولا اي حاجة. احنا بنتكلم من دماغنا، وكل حاجة هتعجبكم ان شاء الله، فتابعونا. اعرفكم بنفسي: انا اسمي جابر مؤمن، بكالوريوس هندسة، قسم مدني من مدينة الشروق. وهتلاقوني معاكم على القناة ان شاء الله، وان شاء الله هتلاقوا كل التسجيلات في كل وقت، ومش هنتأخر عليكم، وهتلاقوا تسجيلاتنا اول باول. طبعا انا هبدأ من يميني واخلي زميلي يعرفكم بنفسه. انا اسمي محمد صلاح من مدينة الشروق، موظف في الجامعة البريطانية. واعرفكم بزميلي الثالث بنفسه. انا اسمي محمد حسنين جمعة. انا بدرس هندسة تكنولوجية، هندسة ميكانيكا، قسم هندسة تكنولوجية. انا شغال جي بلاير. وزي ما قال زميلي جابر، في حاجة نسيتها كمان. ما تستغربوش لو حد قال لي عسلية، عشان ده اسم الشهرة بتاعي. وبرضه ما تستغربوش لو حد قال لي جابر يا جيجا، عشان برضه ده الاسم اللي احنا اطلقناه عليه. ما تستغربوش لو حد قال لي محمد يا مندو، برضه اسمه الشهرة. بالنسبة للقناة بتاعتنا، احنا هنناقش فيها كل شيء زي ما جابر قال. هنتكلم عن كل حاجة، مش هنخاف، مش هنهد من اي حد. هتلاقوا كلامنا كلام الشارع بس بحدود. هتلاقوا احترامنا، ماشي. بعد كده هنشوف كل حاجة، هنبين الدنيا هنبين الدنيا بعيوبها، بمميزاتها، بكل شيء، بالحلو والوحش. هتلاقوا معانا الفرح، هتلاقوا معانا الحزن، هتلاقوا معانا كلام بجد. هنناقش قضايا موجودة في الدولة، مش هنخاف. فاللي بيخاف يتابعنا. تمام. تمام. في كمان حاجة، على فكرة، زميلي جابر قابلته مشكلة على الفيس، صفحة على الفيس عملت مشاكل للمجتمع بتاعنا. احنا مجتمع شرقي معروف، ما بيحبش الحاجة اللي تبقى خارجة عن حدود الدين، خارجة عن الأدب العام للبني آدمين أو للإنسان نفسه. فشيء زي اللي بيحصل على الصفحة ديت، ان هي صفحة عاملة مشاكل كتير للبنات، اكتريتها للبنات، بسبب الكومنتات اللي بتتحط عليها. هي كانت صفحة كويسة في الاول، كانت صفحة لمشاكل الحب، مشاكل العاطفة، مشاكل اتنين بيحبوا بعض ومش عارفين يتواصلوا مع بعض ازاي. قلبت بعد كده بمشاكل لناس تعتبر هي اللي بتبوظ البلد. نسمع المشكلة مع بعضنا ونشوف هنحلها ازاي.
شكرا استاذ محمد، وشكرا استاذ محمد صلاح. ودلوقتي نبدأ ان شاء الله تسجيل الحلقة، والحلقة هتكون عن الفيسبوك. زي ما كلنا عارفين يا جماعة ان الفيسبوك هو موقع تواصل اجتماعي عمله لنا مارك عشان كلنا نتواصل مع بعض، الفاميلي والفريندز، الاصحاب والاصدقاء والعائلة، بحيث ان كل واحد يقدر يشير صوره مع العيلة وده يشوفها وصاحبه وكده. وطبعا معروف ان كل الشركات وكل حاجة ليها صفحة على الفيس ومشهورة جدا. فهو انا بقلب كده في الفيس لقيت صفحة اسمها ايجيبت كراشرز. الاول نحب نوضح ان ايه كراشرز. كراشرز هي كلمة اطلقوها عن مشاكل الحب، والناس اللي الولد اللي بيحب بنته مش عارف يقول لها، والبنت اللي بتحب ولد معاه في الجامعة ومش عارفة تقول له. فعشان كده اطلقوا الكلمة دي. ايجيبت كراشرز دي صاحبها تقريبا من طنطا، فيها 500 ألف ممبر في وقت قياسي جدا. والسبب الرئيسي لكده ان هي كانت الصفحة الرسمية للحكا تيت. احنا زي ما قلنا مش هنقول اي الفاظ. فكان مثلا لما حد يبعت لكراشرز للصفحة دي وتنزل، كانوا الولاد لما الولاد مثلا يلاقوا بنت عاملة كومنت، تلاقي حوالي 5-6 آلاف ريبراي، واكتر من 7-8 آلاف لايك على الكومنت. غير بقى ان اكتشفنا ان البنات اشتكت للصفحة ان بيوصل لها عدد مهول من طلبات الصداقة، وحاجة اخر قلة ادب ظهرت فجأة في الصفحة دي. فوصلت لدرجة ان البنات اكتشفنا ان هم قفلوا المسج والاد فريند وكل الحاجات دي. طبعا انا بستخدمه الحمد لله الاستخدام الصح، وغيري بيستخدموا الاستخدام الصح، وفي برضو اللي بيستخدموا الاستخدام اللي مش كويس يعني. كلنا عارفين انا اقصد ايه. فدي حاجة ضايقتنا ان احنا بلدنا اسمها بلد الحريات، فليه تكتم حرية يعني؟ دي تعتبر حاجة ضمن الحريات والاراء الشخصية، فليه؟ اعتبرها يا سيدي اختك، اعتبرها قريبتك، ترضاها على قريبتك. ويا ريت بيكتب مثلا ريبلاي محترم، لازم يشتم او حتة من فيلم مصري مثلا مش كويس. فدي حاجة ضايقتني جدا. وانا عايز اقول ان الصفحة دي الحمد لله دلوقتي ظبطت شوية. لما البنات لما عرفوا ان البنات عملوا كده وان هم اتضايقوا وابتدوا ان هم يقفلوا الريبلاي. في قبل ما يقفلوا الريبلاي كانت البنات كانت بتتفرج بس، ما بتعملش اي لايك ولا اي كومنت عشان ما تظهرش. طبعا دي البنات المحترمة. فقفلوا الريبلاي فترة كده وقعد حوالي 4 ايام، وانا كنت من مؤيدي الفكرة دي. وبعدين رجعوا فتحوه تاني، وبرضه كان في لسه ناس مش كويسة. وبعدين شاكر صاحب الصفحة، انا بشكره يعني، مش هو اسمه شاكر يعني. ان هو عمل فكرة حلوة قوي ان اي بنت تتضر في كومنت او في ريبلاي ان هي تاخد اللينك بتاع اللي ضرها وهو بيعمل له بان من الصفحة فورا. لان الصفحة فيها زي ما انا قلت 500 الف ممبر واكتر، فمش ملاحق ان هو يشوف كومنتات وريبلايات كل الناس. والحمد لله الصفحة دلوقتي اتعدلت وبقى فيها ناس كتير برضو بتعمل فقرات دينية وفقرات تسجيلية. والحمد لله الحمد لله بقت كويسة. واتمنى انه انتوا يا ايجيبت كراشرز تفضلوا بقى كده كويسين، ونبطل الحكتيت ده عشان كده كتير. وانا اسف يا جماعة لو كان ظهر مني اي لفظ. ده كان رأيي، ونشوف رأي الباشمهندس محمد حسنين. بالنسبة لموضوع ايجيبت كراشرز، احنا شفنا زي ما جابر قال موضوع مهم للغاية. شفنا بنات داخلة عشان تلاقي حلول ان هي تقول الانسان بتحبه ازاي. شفنا اولاد كويسين داخلين عايزين يعرفوا
لو انا عايز اقول لحبيبتي ان انا بحبها، عايز اقول لانسانه ابين لها عن مشاعري، ابين لها عن مشاعري ازاي؟ طيب، بالنسبه للموضوع دوت، في حاجات كتيره قوي. هو كويس ان هو الحل بتاع الصفحه ديت اتنفذ. ابتديت بنات كتير تاخد اللايك، اللينكات نفسها بتاعت الشباب اللي بيعملوا لها ريبلاي مش كويس مثلا، او يعمل لها كومنت وحش، او كومنت فيه اساءة لانوثتها كإنسان عندها مشاعر، او يجرح مشاعر واحدة. هو حاجة زي كده، الرأي دوت طبعا كان مهم. الحل ده كان كويس، انقذ بنات كتير، انقذها من ورا الانسياق، ورا حاجات مش ممكن واحد زي مثلا انسان كويس وانسان بيحب واحدة ان هو يقول لها الكلام دوت. بس الحمد لله ان هم اتظبطوا، ويعني نتمنى ان هم يفضلوا على كده على طول. ونتمنى برضو ان صاحب الشهر، يعني صاحب الصفحة نفسها، هو يبقى مهتم بالموضوع ده زيادة، ما يحاولش يقلل من اهتمامه، لانه لو قلل من اهتمامه الموضوع هيزيد تاني، واكيد هيلاقوا له حل تاني يخرجوا منه. مش واحد بس اللي هيعمل، يعني اللينك مثلا هيضيع منه، لا هيضطر ان هو يعمل واحد غيره عادي بالنسبه له، هيعمل مليون غيره لحد ما يوصل للبنت دي برضه، وهيشترك في الصفحه تاني. بس يا ريت نفكر، يعني اللي عنده حل يقوله، اللي عنده اي حل للموضوع دوت يا ريت يكتبوا لنا في التعليقات لما تشوفوا الفيديو بتاعنا. وصحيح نسيت ابارك لكم النهارده على ماتش مصر، عملنا اعجاز كبير بعد ال6-1 طبعا، يعني حاجه كانت مدمرانا كلنا، يعني الواحد كان زعلان جدا ان احنا اتغلبنا 6-1. بس الحمد لله يعني النهارده كسبنا اهو. فمبروك لفوز مصر. وطب نشوف بقى رأي الاستاذ محمد صلاح. ماشي. وانا برضو مؤيد لرأيهم، وشكرا على وقتكم يا جماعة. شكرا على وقتكم وبشكركم جدا. شكرا محمد صلاح، شكرا محمد حسنين. وان شاء الله انتظروا فقرتنا الجاية، هنغير تماما عن الفيسبوك، هتلاقوا فقرة جديدة. وممكن احنا التلاتة يا نقدم فقرة يا اما كل واحد فينا هيقدم فقرة ان شاء الله. يا ريت اللي يشوف الفيديو يكتب لنا ايه رأيه في اول حلقة من حلقاتنا على اليوتيوب في كومنت بعد اذنكم. حاولوا تشيروها وانا هبعت الحلقة دي للصفحة ذات نفسها. وشكرا ليكم بجد، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.